الناس المستعجلة بقى اللي عايزين يعملوا ورق عنب ويكون صحّي، ما يكونش فيه دهون كتير ويطلع معايا بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه ده، وندّي له كمان ميكس رُمّان كده. إحنا هنعمله مع بعض بدبس رُمّان وبطريقة صحّية وسهلة جدًا، يطلع معايا بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه ده، ما فيش ورقة واحدة فكّة مننا. هنعمله إزاي مع بعض؟ زي ما قُلت لكم هو صحّي، فأنا الحمد لله يعني إيه، استمتعت جدًا بصراحة بطعم الرُمّان مع البصلاية المسكّرة دي. لأ الموضوع جامد، والموضوع يستاهل بجد إن أنتم تجرّبوه. يلا بينا بقى نسمي بسم الله كده ونبدأ نشوف مع بعض عملناه ازاي. اول حاجه بجيب ميه مغليه زي ما انتم شايفين، وبجيب البرطمان المعلب من ورق العنب. لو عندكم ورق عنب مخزنينه في الفريزر مفيش مشكله، اشتغلوا بيه. ببدا افتحه زي ما انتم شايفين كده، بيبقى مليان محلول بقى فيه ملح ليمون كتير. فببدا ان انا اجيب الورق زي ما انتم شايفين كده، بحطه في الميه وبسيبه، بغير عليه الميه مرتين تلاتة لحد ما يبدا ان هو الملوحه اللي فيه تروح، لان المزازه فيه عاليه جدا، دي ماده الحفظ اللي موجوده فيه. فبنغسله مره واتنين وتلاته لحد ما المزازه اللي فيه تروح، وبرده بيبان على الريحه بتاعته. تعالوا بقى نقطع مع بعض الخضرة. باصفّي هنا بقى شوية بقدونس، وده طبعًا الفرق ما بين البقدونس والكزبرة، لإن في ناس بتنسى وفي ناس ما تعرفش، تمام. باقطّع البقدونس بافرمه ناعم جدًا مع الكزبرة مع النعناع اللي هيدّي تيست عالي جدًا، وأنا باحب استخدمه في المحشي بصراحة. حاولوا بقى تكتروا الخضرة على قد ما تقدروا عشان يطلع معاكم صحّي أكتر وتستفيدوا منه. بعد كده باجيب بصلاية بابشرها ناعم وباصفّي منها المَيّة مع بشر جوزة الطيب، باحط منه حاجة بسيطة جدًا تدّي معايا تيست كمان في المحشي، رشة سكر مع معلقتين كبار كده من الصلصة. اللي عايز يحط طماطم مبشورة ما فيش مشكلة زي ما قُلت لكم عشان يطلع معايا صحّي أكتر. بعد كده باجيب زيت الزيتون اللي باستخدمه من مزارع طور سينا، باحط منه معلقتين كبار، وهاسيب لكم الصفحة بتاعتهم تحت في التعليقات. بهارات محشي وشوية بابريكا وملح وفلفل أسود ومعلقة كده كبيرة من دبس رمان، وباخلط الكلام ده كله. عايز أقول لكم ميكس هايل جدًا وريحته في منتهى الجمال، وهيديكوا تيست عالي جدًا كمان. بعد كده باجيب بقى الرز حسب الكمية اللي إحنا شايفينها، رز مصري منقوع ومغسول، وبابدأ أقلّبه، وزي ما أنتم شايفين طالعة باللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده، وريحته في منتهى الجمال. نيجي بقى للف ورق العنب. باجيب بقى الورقة اللي هي الناحية الخشنة على طول، تمام. الناعم ده باخلّيه في الضهر. وبعد كده باجيب الورق باقفله، وبعد كده باتنيه يمين وباتنيه شمال، وباعمل بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. ودي طريقة للف ورق العنب، ودي طريقة سهلة جدًا ممكن برضه إن أنتم تشتغلوا بيها، تطلع معايا بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده لو شايف إن الورقة كبيرة ممكن أقسمها بالنُص، وباقفلها بالكيس، ودي أسهل طريقة ممكن تجربوها عشان نقفل بيها الورق زي ما أنتم شايفين. تطلع معاكم يعني متسمّغة كويس جدًا ومستحيل تفُك منكم. باجيب كده على الوش الخشن زي ما قُلت لكم، وبعد كده باستخدام الكيس وضهر السكينة، وبابدأ أشِد كويس جدًا لحد ما تتقفل معايا بالشكل ده. أو بقى الطريقة اللي أنتم شايفينها ديّة باللَّف على الإيد كده على طريقة أمهاتنا. طبعًا بيلفّوا المحشي أحسن منّي مليون مرّة، بس يعني إيه كُلّنا بنجتهد يعني. فبنلفّه بالطريقة اللي أنتم شايفينها ديّة، ويطلع معايا برضه بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه ده. ده لو عايزين تعملوا مثلًا نُص ورقة أو ورقة كاملة اللي يعجبكم. ودي طريقة الكيس طبعًا زي ما قُلت لكم هي أحسن طريقة تقريبًا للناس كمان المبتدئة يعني. زي ما قُلت لكم كده كل الطرق اللي ممكن نقفل بيها ورق العنب. باجيب بقى شرايح ليمون مع طبعًا دهنة زيت في قلب الطاجن من تحت أو سمنة اللي أنتم عايزينه، إحنا عاملينه بس صحّي شوية، شرايح بطاطس، شرايح بصل، شرايح فلفل، طماطم، اللي أنتم عايزينه، تمام. باجيب بقى مكعب مرقة مع شوية بهارات من المحشي ومعلقتين كبار من الصلصة، ملح وفلفل وشوية بابريكا ورشة سكر مع معلقة كبيرة من دبس الرمان. باحط بقى مَيّة مغلية على حسب المقدار اللي أنا هاشتغل بيه، وباقلّبه كويس جدًا، تمام. هنا بقى ورق العنب بعد ما رصيته بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه ده، باحط تلات أرباع بالضبط تلات أرباع الطاجن، وبيدخل الفرن عندي. طبعًا الفرن شغال قبليها بربع ساعة، نُص ساعة، يكون حامي جدًا، المَيّة تكون مغلية علشان ما يعجنش معايا وياخد وقت عقبال ما يغلي في الفرن، تمام. باجيب بقى الورق الباقي ده حوالي ورقتين 3، وباغطي بيها الطاجن، وباغطي بطبق كمان باكبسه كويس. طبعًا الورق ده علشان ورق العنب بيحتفظ بلونه وما يتحرقش مني. يقعد تقريبًا ساعة ونُص في الفرن ويطلع زي ما أنتم شايفين كده. الوش طبعًا زي ما أنتم شايفين اتغيّر لونه وغمق، فده بيحافظ على ورق العنب أكتر. يالّا بينا بقى بسم الله، ونقلب كده بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه ده. اللهم صل على النبي. هيطلع معايا أحلى طاجن ورق عنب، عاملينه بطريقة صحية وسهلة جدًا ما فيهاش أي مشاكل. عايز أقول لكم بصوا بسم الله ما شاء الله كمان ولا واحدة منهم مفكوكة، لا الحشو خرج برّه الورق ولا أي حاجة. قُلت لكم إزاي نعمله صغير، إزاي نعمله مثلًا صباع كبير، اللي أنتم عايزينه. مع شوية بقى من الرمان لإن إحنا عاملينه بدبس الرمان زي ما بيتقدم بالضبط على الطريقة الشامية كده وفي تركيا كمان. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، أتمنى إن شاء الله الوصفة دي تعجبكم وتجربوها. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، سلام عليكم.